في سنة 2001 اتعرض مسلسل حديث الصباح والمساء، ووقتها المسلسل حقق نجاح جماهيري كبير. ناس كتير بتحب المسلسل ده. طب ليه؟ أسباب كتير تخلينا نحب مسلسل حديث الصباح والمساء. أكيد لازم نقول قصة المسلسل. قصة المسلسل مأخوذة عن رواية نجيب محفوظ اللي فاز بيها بجائزة نوبل. كتب سيناريو المسلسل الكاتب محسن زايد، اللي في رأيي خلى الحدوتة شكل رائع وجذاب، وده اللي خلى ناس كتير يحبوا المسلسل أكتر من الرواية. الرواية كانت متقسمة لحروف أبجدية بأسماء الشخصيات، وكان صعب تحويلها لمسلسل، لكن محسن زايد ببراعته وقدرته على الكتابة بحرفنة قدر يقدم لينا تحفة فنية اسمها حديث الصباح والمساء. نقدر نقول إن البداية أو المشهد الافتتاحي للحلقة الأولى في المسلسل من أقوى المشاهد الافتتاحية في الدراما المصرية. أول مشهد من المسلسل بنشوف النقشبندي وهو رايح لعالم خيالي بينده فيه على أهله وجدوده، لغاية ما بيظهر له جده يزيد المصري. بعد ما بيعرف يزيد إن النقشبندي حفيده بيديله كتاب. الكتاب بيوصل النقشبندي لعالم فانتازي بيشوف عن طريقه أهله، وبيعرف من خلاله حياتهم كانت عاملة ازاي. وبكده بتبتدي حدوتنا. المسلسل عرض لنا تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي من خلال 3 شخصيات بتفرع عائلاتها، وهما يزيد المصري وعطا المراكيبي والشيخ الأليوبي. حديث الصباح والمساء أنا مش بعتبره مجرد مسلسل، ده درس من دروس الحياة. بنعرف من خلاله إن الدنيا فانية ومفيش أي حد عزيز على الموت، وزي ما قالت أنغام في أغنية المسلسل: إحنا البشر كلنا أعمار وورق بيطير. طول أحداث المسلسل بنشوف شخصياتنا في جميع مراحل حياتهم، وهم شباب وهم عواجيز، وبنحس كمان بألم الفراق لما بنودع حد منهم، كأننا بنتفرج على حاجة حقيقية والشخصيات دي فعلا عايشة حوالينا. ده ببساطة لأننا مش قدام عمل فني عادي غرضه التسلية أو الترفيه. المسلسل وصل لنا رسالة مهمة جدا، إن الآخرة هي الحياة الحقيقية اللي كلنا هنعيش فيها، ومش هيكون فيها أي فراق. المسلسل عرض لنا شخصيات كتير حبيناها، لكن أكتر شخصيتين حبيتهم كانت شخصية جليلة وشخصية داوود باشا. شخصية جليلة اللي جسدتها عبلة كامل وصفها نجيب محفوظ في روايته بإنها جمعت بين التقوى والحب والجنون. جليلة كمان اتميزت بإيمانها بالغيبيات وكرامات الأولياء والجن والعفاريت والمس. جليلة كانت هي العنصر المستمر في حديث الصباح والمساء، وهي الشخصية اللي كملت معانا من بداية المسلسل لنهايته من غير ما تموت زي باقي الشخصيات. جليلة شخصيتها من أقوى الشخصيات الموجودة في المسلسل، اللي وجودهم كمان فرق كتير، ومفيش حد يقدر يختلف على قوة عبلة كامل في تأدية دور صعب زي ده. كمان ما نقدرش ننسى الدويتو الناجح بينها وبين دلال عبد العزيز في شخصية نعمت. الاتنين مشاهدهم مع بعض كانت جمدان، وكانوا هما فاكهة المسلسل. جوزي ده لو شافه زيك كده وكلمه زي ما بنتكلم برضك هيقول لي انتي بتخرفي ورقبك شيطان. داوود المصري الشخصية اللي جسدها خالد النبوي، نجيب محفوظ ذكر حياتها وتفاصيلها بالكامل في 5 صفحات. قصة داوود حزينة. لما كان طفل اتخطف وهو صغير من أهله واتحبس في معسكرات محمد علي التعليمية. بعد كده سفروا داوود فرنسا عشان يدرس الطب، وبعد ما خلص وتعين رجع بيته القديم في حي الغورية. وبعد استقرار داوود وسط أهله بيتجوز من ثانية هانم الوراق اللي كانت أعلى منه اجتماعيا. لكن داوود ما بيكونش شايف في ثانية الزوجة اللي بيحبها. داوود كان عايز زوجة بسيطة زي أمه اللي كانت بتدعك رجل أبوه وتسخن له المية. وكان مشهد طلاق ثانية الوراق من أكتر المشاهد الصادمة في المسلسل، اللي لما تشوفه هتعيده أكتر من مرة عشان تشوف صدمة ثانية وداوود بيطلقها بكل هدوء وبرود كأنها ولا تفرق معاه. عليك، فانا ليا الحق ان انا ادافع عن اسم عيلتي وكرامة ابني. ثانية هانم الوراق، انتي طالق. وده بيبين لنا ان داوود كان عدو نفسه، لانه في لحظة هدم اسرته ونسي ابنه عبد العظيم. بعدها اتجوز جوهر الجارية السمراء اللي كانت بتشتغل عندهم في السرايا عشان يعاقب مراته أسوأ عقاب ويهينها أقوى إهانة.
داوود اختياراته كانت خاطئة وكان دايما متخبط. من أكتر الحاجات اللي كسرت داوود لما تقدم لهدى هانم اللي كان بيحبها بعد موت جوزها لكنها رفضته. أكتر المشاهد المؤثرة في المسلسل مشهد لقاء داوود بحفيدته. داوود لما شاف حفيدته في المشهد ده حس بالفرح والحزن في نفس الوقت، وكأنه كان بيشوف فيها طفولته اللي معاشهاش مع أهله. انتهي رحلتنا مع داوود وبنودع شخصيته في الحلقة 19 في مشهد من أكتر المشاهد المحزنة في المسلسل، وداوود بيموت قدام نعمة. اللي ما تعرفوهوش عن المسلسل إن دور عطل مراكيبي كان معروض على نور الشريف لكنه اعتذر عنه بسبب إن الشخصية هتموت في بداية الأحداث، وده كان في نفس السنة اللي قدم فيها مسلسل عائلة الحاج متولي. كمان كمال أبو ريا وفاروق الفيشاوي اعتذروا عن دور عمرو المصري اللي قدمه في النهاية إبراهيم يسري. كمان دور سميرة اللي عملته علا غانم كان معروض قبلها على حنان ترك لكنها اعتذرت عنه عشان يروح الدور لعلا غانم. المسلسل كان فيه قصص حب كتير، لكن أكتر قصة علقت مع المشاهدين في المسلسل وتفاعلوا معاها كانت قصة حب هدى هانم وعطل مراكيبي. القصة ممكن تكون مش واقعية وغريبة، لكن ده اللي حصل. هدى مالت لعطا برغم انه مش من مستواها الاجتماعي، وشافت فيه فارس أحلامها، وبرغم معارضات أهلها ليها اتجوزته في النهاية وعاشوا مع بعض حياة سعيدة. شخصية هدى هانم اللي جسدتها ليلى علوي مفيش حد يقدر يعملها غيرها، لأنها ببساطة كانت مكتوبة ليها. في الرواية عندنا هدى هانم ست بتتميز بقدر عالي من الجمال والرقة والأنوثة، وما كانش فيه أنسب من ملامح ليلى علوي الجميلة عشان تصور لنا الشخصية دي على الشاشة. مسلسلنا بينتهي بنفس الشخصية اللي بدأت أحداث المسلسل كله. النقشبندي بيفوق من غيبوبته، وعشان النقشبندي ضيع كتاب العيلة من ايده، جده يزيد بيعاقبه بالطرد من العالم بتاعهم. وبنشوف بعدها النقشبندي وهو بيحاول بكل يأس انه يرجع للعالم ده تاني، لكن مفيش حد بيرد عليه، وبتنتهي النهاية بكده وبيمشي النقشبندي وبينتهي القسم الأول من المسلسل. وكانت جملة للحديث بقية في آخر مشهد كانت بتأكد لنا ان في جزء تاني من المسلسل هيكمل النهاية المفتوحة للجزء الأول، وهنشوف باقي الحدوتة. خاصة ان الرواية اللي كتبها نجيب محفوظ احداثها بتستمر لسنة 1973، والمسلسل احداثه بتنتهي في ثورة 1919. وفي سنة 2020 اعلن المخرج احمد صقر عن وجود جزء تاني هيكمل احداث المسلسل، لكن للأسف المشروع ده لحد دلوقتي ما تمش. وفي نهاية الفيديو حابب اسألكم ايه اكتر شخصية حبيتوها في حديث الصباح والمساء؟ اكتبولي اجوبتكم في التعليقات.